الفاوي والدة حمزة بن دلاش. أهلا بك سيدتي الكريمة. مرحبا سيدتي. إذا مشاهدينا نذكركم سيدتي هذا أول ظهور إعلامي لك على وسيلة إعلامية جزائرية للحديث عن هذه الإشاعة التي انتشرت في وسائل الإعلام سواء الغربية وحتى العربية. البعض يعتقد بأنها إشاعة. ما هي يعني تفاصيل هذا الموضوع بالنسبة لعائلة هشام؟ والله ما على بالي. أو حمزة عفوا. ما صح، تفاجأت أنا سمعت الخبر هذا. كيف تلقيتي هذا الخبر؟ هل صدقتيه بالوهلة الأولى؟ ما آمنتش أنايا، ما جاتني صدفة. كيفاه مش وليدي إرهابي باش قلت له يحكموا عليه بالإعدام، كاش منها ما كنتش توقع فيها. طيب هل تلقيتي ربما اتصال لا نقول من خارج البلاد وإنما حتى من داخل من السلطات هنا بالجزائر؟ ما تلقيتيش اتصال خلال هذه الفترة التي سجن بها؟ جامي. ما هي رسالتك الآن سيدة زبيدة في هذا عند يعني أنت التجأتي إلى قناة النهار حتى توصلي رسالتك لمن يتابعنا الآن في قضية حمزة؟ وش الرسالة اللي حابة توصليها للمشاهد الكريم اليوم أو السلطات اللي ممكن أنهم يعاونوك في هذا المجال؟ وش نقول أنا، وش نقول الجزائر على بالي بلي تحبه، الناس كامل تحبه وليدي، وما كاش منها بلي واش راح يهضروا عليه. كاين منها زعما دار كيما راهم يهضروا جامي. انا نعرف وليدي ما دار. طيب سينو انا تمنيت نروح ليه، تمنيت نروح نشوفه لو كان ساعه هكا. انا راني نحضر في روحي باش نروح ليه. يعني خلال هذه ال4 سنوات عن غيابه هل كان هناك تواصل بين حمزة والعائلة؟ يعني ما عندي حتى خبر عليه. يعني حتى عندما تم القبض عنه لم يكن من طرفه؟ لا يعني سي. كان ذلك آخر اتصال بينكم وبينه؟ هضرت معاه. ماذا قال لك؟ هل لك أن تذكرنا بتفاصيل عند القبض عليه؟ ما قال لي والو. طيب المعلومات المتوفرة ربما عند رجال الإعلام بعد احتكاكهم، ربما أنت رفضتي الحديث لوسائل الإعلام من قبل، رجال الإعلام لما اتصلوا بجيرانه بأقاربه من بعيد ولا الوسط اللي كان عايش فيه يقولوا باللي كان إنسان لا يقوى على أذية ربما حتى حشرة، وبالتالي كيف يمكن له يعني كيفاش يقدر هذا الشاب اليافع الذي كان معروف بأنه مجتهد في دراسته أنه يستطيع أن يقوم بكل هذا وفي هذا الظرف الوجيه. هذا الهضره اللي هضروا عليه كامل صح حنين، ما عنده حتى حنين بزاف. هذه النقطة كلمينا حدينا سيدة زبيدة جلفاوي، كيفاش كان حمزة في البيت طفولته؟ كيفاش كان مثلا اذا كان هو كنتي عندك معرفه عن القرصنه هذه اللي يقوم بها، ربما كنت تشاهدين دائما، ربما كنت تشاهديه على الحاسوب يستخدمه دائما. صح، هو يخدم. كيفاش كان هو في معاملاته معاكم مع الاصدقاء نتاعو؟ احكي لنا على حمزه، الناس اللي ما تعرفوش نعرفوه. عادي ما يهدرش كيما حطوا عليه بزاف. دراسته مثلا دراسته يقرا برا بدراهم. وش هو البلد اللي راح ليه واللي درس فيه التخصص تاعو؟ يعني وش اللي قراه بالضبط؟ البلدان اللي راح لهم اللي هضروا عليهم كاع راح ليه. طيب السلوك ربما اللي عنده علاقة بهذا الشيء اللي هو اتهمه به، ربما هو الساعات اللي يقعدهم على الحاسوب. قداش كان يقعد حمزة على الحاسوب في الدار؟ حاسوب نورمال ساعة ساعتين كما يتبعوا الناس. نورمال هكا يقعد كيما موالف يروح الانترنت كيما كان صغير هكا في عمره 14 سنة. هو يتقيب من الدار، راح خرج راح قريب واحد 7 سنين ولا 6 سنين ما جاتني عليه حتى معلومات حتى نعيط لي. طيب هل يعاني ربما حمزة من مشاكل صحية أو نفسية حتى يعني أو ظروف عائلية ربما خاصة؟ ظروف شوية مثلا احكي لنا شاركينا. نورمال الظروف بالك كشفني ما تفاهموش في الدار، أنا وباباه ما عندنا لي بروبليم هكا وما نحبش المشاكل. سيدة زبيدة جلفاوي، هناك حديث الناس يتكلموا بأنه حمزة من الأشخاص اللي عندهم أثرياء في الجزائر، يعني الناس اللي عندهم المال في الجزائر هو اللي يسمح له أنه يسافر. هو يعني هل ممكن يعني إذا كان أمر شخصي يعني، لكن اسمحي لنا بأنه ندخل في خصوصية نوعا ما نظرا لطبيعة الموضوع، كيف هي وضعيتكم الاجتماعية؟ نورمال يعني حالتكم عادي، أفطر وعندي ونورمال ناكل كيما الناس.
من أي منطقة هو؟ يعني منطقة بالضبط، وظروفكم كيفاش؟ يعني عائلة بسيطة إيه في. نورمال، هو عايش في زايد في القبة، كنا ساكنين في القبة نورمال، اسمع عايش نورمال كيما الناس، كيما الناس نورمال. طيب، تقول الانباء والاخبار وجل وسائل الاعلام يتحدثوا على انه تحصل عن طريق يعني قرصنه مواقع لمؤسسات واختلاس ربما لاموال من البنوك، يعني يقولوا بانه هذه الاموال هي اللي مكناته من الانتقال ربما من بلد الى اخر. ما شكيتش. ما كنتش تشك انت ما حتى في انا في وليدي تصرف نورمال، لما كان في ما المنزل؟ شكيتش، ما عنده والو، نورمال. سؤال طيب، آخر. رسالتك اليوم. واصل تفضلي، ناصر. تفضلي. شوف انا الحاجه اللي حبيتها دركا وجيت وخرجت، ما كنتش رايحه نبان في الصحافه ولا نخرج ولا حاجه واحده اللي هزتني كي شفت خرجوا هكاك في الاخبارات باللي حكموا عليه بالاعدام. هذه هي الحاجه الوحيده اللي هلكتني بزاف، هذه اللي طيب، وش وجعتني، تتوقع انت في قادم الايام؟ هذه اللي وجعتني، ما كنتش نستنى فيها. إضافة للإعلام فقط، هل طرقتي أبواب أخرى؟ يعني كان وضع محامي من أجل جامي. حمزة؟ ما درت حتى محامي. هل تعتقدين بأنه الوقت الحالي لابد الآن أنك تأخذي هذه الخطوة، خاصة بعد هذه الإشاعة ان شاء الله. انتشرت؟ وش هي الحاجه اللي خلتك تلجئي لقناه النهار؟ كي شفتوا حكموا عليه بالاعدام. شكرا جزيلا لك هذه هي الحاجة سيدة الوحيدة. زبيدة جلفاوي، ربي يطمن قلبك كما يقولوا على فلدة كبدك، شكرا لك والخير سيدتي كله الكريمة. نتمناه طبعاً. لحمزة. مشاهدينا، عودة إلى أخبارنا الدولية. ارتفع من يتابعنا الآن في قضية حمزة. وش الرسالة اللي حابة توصليها للمشاهد الكريم اليوم، أو السلطات اللي ممكن أنهم يعاونوك في هذا المجال؟ وش نقول انا، وش نقول الجزائر على بالي بلي تحبوا، الناس كامل تحبوا وليدي، وما كاش منها بلي واش راح يهضروا عليه، كاين منها زعما دار كيما راهم يهضروا جامي. انا نعرف وليدي ما دار طيب، سينو. انا تمنيت نروح ليه، تمنيت نروح نشوفه لو كان ساعه هكا، انا كي راني نحضر في روحي باش نروح ليه. يعني خلال هذه الأربع سنوات عن غيابه، هل كان هناك تواصل بين حمزة والعائلة؟ يعني ما عندي حتى خبر عليه. يعني حتى عندما تم القبض عنه لم يكن من طرفه؟ لا يعني سي كان ذلك آخر اتصال هضرت معاه. بينكم وبينه؟ هضرت معاه. ماذا قال لك؟ هل لك أن تذكرنا بتفاصيل عند القبض عليه؟ ما قال لي والو. طيب، المعلومات المتوفرة ربما عند رجال الإعلام بعد احتكاكهم ربما انت. وش هو البلد اللي راح ليه واللي درس فيه التخصص تاعو؟ يعني وش هي اللي قراه بالضبط؟ البلدان اللي راح ليهم، اللي هضروا عليهم كاع راح ليهم. طيب، السلوك ربما اللي عنده علاقة بهذا الشيء اللي هو اتهمه به، ربما هو الساعات اللي يقعدهم على الحاسوب. هو ملي قداش كان يقعد حمزة على الحاسوب في الدار؟ حاسوب نورمال ساعة ساعتين كما يتبعوا الناس. نورمال هكا يقعد كيما مال في يروح الانترنت كيما كان صغير هكا في عمره 14 سنة. هو يتقيب من الدار، راح خرج، راح رب واحد 7 سنين ولا 6 سنين ما جاتني عليه حتى معلومات حتى نعيط لي. طيب، هل يعاني ربما حمزة من مشاكل صحية أو مشاكل نفسية حتى يعني أو ظروف عائلية ربما خاصة؟ ظروف شوية. مثلا احكي لنا، شاركينا. نورمال الظروف، بالك كشفني ما نتفاهموش في الدار انا وباباه، ما عندنا لي بروبليم هكا، هو ما يحبش المشاكل. سيدة زبيدة جلفاوي، هناك حديث الناس يتكلموا بأنه حمزة من الأشخاص اللي عندهم. رفضتي الحديث لوسائل الإعلام من قبل. رجال الإعلام لما اتصلوا بجيرانه بأقاربه من بعيد ولا الوسط اللي كان عايش فيه، يقولوا باللي كان إنسان لا يقوى على أذية ربما حتى حشرة، وبالتالي كيف يمكن له، يعني كيفاش يقدر هذا الشاب اليافع الذي كان معروف بأنه مجتهد في دراسته أنه يستطيع أن يقوم بكل هذا وفي هذا الظرف. هذا الهضره اللي هضروا عليه كامل صح حنين، ما عنده حتى حنين بزاف. هذه هي النقطة، كلمينا، حدثينا سيدة زبيدة جلفاوي، كيفاش كان حمزة منذ طفولته؟ كيفاش كان مثلا، إذا كان هو كنتي عندك معرفة عن القرصنة هذه اللي يقوم بها، ربما كنت تشاهدين دائما، ربما كنت تشاهديه على الحاسوب يستخدمه دائما. صح، هو يخدم. كيفاش كان هو في معاملاته معاكم مع الأصدقاء نتاعو؟ احكي لنا على حمزة، الناس اللي ما تعرفوش نعرفوه. عادي عادي عادي،
ما يهدرش كيما حطوا عليه بزاف. دراسته مثلا مش كان دراسته يقرأ. وقرا برا بدراهم. عندهم اثرياء في الجزائر، يعني الناس اللي عندهم المال في الجزائر هو اللي يسمح له انه يسافر. هو يعني هل ممكن يعني اذا كان امر شخصي يعني، لكن اسمحي لنا بانه ندخلوا في خصوصيه نوعا ما نظرا لطبيعه الموضوع، كيف هي وضعيتكم الاجتماعيه؟ نورمال يعني حالتكم عادي، افطر عندي ونورمال ناكل كيما الناس. من اي منطقه هو؟ يعني منطقه بالضبط، وظروفكم كيفاش؟ يعني عائله بسيطه في نورمال، هو عايش في زايد في القبه، كنا ساكنين في القبه نورمال، اسمع عايش نورمال كيما الناس، كيما الناس نورمال. طيب تقول الانباء والاخبار وجل وسائل الاعلام يتحدثوا على انه تحصل عن طريق يعني قرصنه مواقع لمؤسسات واختلاس ربما لاموال من البنوك، يعني يقولوا بانه هذه الاموال هي اللي مكناته من الانتقال ربما من بلد الى اخر. ما شكيتش. ما كنتش تشك انت حتى في تصرف لما كان في ما المنزل؟ شكيتش، ما عنده والو، نورمال. سؤال طيب آخر. رسالتك اليوم؟ واصل تفضلي. انا شوف، انا الحاجه اللي حبيتها درك. الفاوي والدة حمزة بن دلاش، أهلا بك سيدتي الكريمة. مرحبا سيدتي. إذا مشاهدينا نذكركم سيدتي هذا أول ظهور إعلامي لك على وسيلة إعلامية جزائرية للحديث عن هذه الإشاعة التي انتشرت في وسائل الإعلام سواء الغربية وحتى العربية. البعض يعتقد بأنها إشاعة، ما هي يعني تفاصيل هذا الموضوع بالنسبة لعائلة هشام؟ والله ما على بالي، أو حمزة عفوا. صح تفاجأت أنا سمعت الخبر هذا. كيف تلقيتي هذا الخبر؟ هل صدقتيه بالوهلة الأولى؟ ما آمنتش أنايا، ما جاتني صدفة كيفاه، مش أوليدي إرهابي باش قلت له يحكموا عليه بالإعدام، كاش منها، ما كنتش توقع فيها. طيب هل تلقيتي ربما اتصال لا نقول من خارج البلاد وإنما حتى من داخل من السلطات هنا بالجزائر؟ ما تلقيتيش اتصال خلال هذه الفترة التي سجن بها؟ جامي. ما هي رسالتك الآن سيدة زبيدة في هذا عند يعني أنت التجأتي إلى قناة النهار حتى توصلي رسالتك